وانا بقلب كده على اليوتيوب شفت طريقة فسيخ مختلفة خالص، كنت اول مرة اشوفها غير الطريقة اللي القنوات بتنزلها، اول مرة تنزل على اليوتيوب بصراحة. ما شفتش الطريقة دي ولا حد عملها خالص. وفتحت عليه بعد 3 ايام وكانت النتيجة قدامي، شايفة الفسيخ طالع معاها زي الزبدة. فحبيت اعملها معاكم واقول لكم رأيي فيها بما يرضي الله. هي اول حاجة غسلت الفسيخ بتاعها وغسلت السمك البوري بتاعها غسلة كويسة، بس ما صفتش ميته. انا بصراحه ربنا غسلته وحطيته في مصفى كده لحد ما صفى الميه بتاعته. عملت ايه بقى تاني؟ جابت البرميل بتاعها اللي هتخلل فيه، رشت فيه شويه ملح خشن. الملح الخشن ده بتجيبيه من عند العطار، يا اما بتجيبي اكياس يا اما بتجيبيه بالكيلو. انا بقى طبعا عامله 2 كيلو، نفس الطريقه اللي هي هتعملها بالظبط انا هعمله. تمام. انا رشيت شويه ملح كده خشن في العلبه على قد ال2 كيلو اللي انا هعملهم، بس لازم تكون العلبه محكمه الغلق، يكون غطا يعني محكم عليها كويس، يعني يغطيها كويس. بعد كده جابت السمك بتاعها، ومن عند الديل كده بتتكى بس على الحتة اللي تحت، بس بتفصل السلسلة عن اللحم، غير بقى الطريقة المعتادة بتاعتنا اللي احنا كنا بنعمل المساج للسمكة كلها من الظهر. هي بس فصلت السلسلة عن الديل بالشكل ده بس. تمام. رشة ملح في البرميل بتاعها، وبعد كده رصت السمك بالشكل ده. ده اسمه سمك بوري كده. تمام. بعد ما رصت بقى الصف الاولاني، هتجيب بقى شوية كده من الملح الخشن، شوية يعني حوالي نص كوباية كده او حفان بايديكي، وبترشيه على الوش برضو، يعني مش كتير قوي، رش بس الملح على الوش. احنا بقى طبعا في الطريقة اللي احنا المعتادة بتاعتنا كنا دايما نحشي بقى النخشوش ونملى النخشوش ملح بكركم بشطة. لا، الطريقة دي مختلفة خالص. وكمان ده انتوا لسه هتتبهروا كمان بالطريقة بتاعتها. كده رشينا شوية ملح على الوش. هنعمل بقى السطر التاني زي ما عملنا السطر الاولاني كده، بعد ما رشينا الملح هنعمل برضو السطر التاني، بس ده الراس يمين، السطر التاني هنخلي الراس شمال، يعني عكس عكاس، بس نفس الرصة كده بالظبط. تمام. اتبعوا بقى الخطوات واحدة واحدة كده، وخليكم معايا لحد الفيديو عشان عامله لكم مفاجأة حلوة جدا جدا. تمام. تمام. كده برضو بعمل السطر التاني انا معاكم خطوة بخطوة عشان خاطر تشوفوا الخطوات اللي انا عملتها بالظبط، نفس الخطوات اللي هي عملتها انا عملتها بالظبط. كده بعد ما عملنا السطر الاول وعملنا السطر التاني، هنيجي بقى على الوش برضو وهنرش شوية كده محترمين من الملح، ملح الخشن. تمام. كده رصيناه خلاص. رش بقى شوية كده من الملح على الوش. كده بقى هنغطي العلبة بتاعتنا كويس كده. بعد ما غطيناها هنشيل بقى العلبة بتاعتنا ديت وهنحطها في الشمس لمدة ساعتين 2. اخدها بقى كده بعد ما غطيتها، احطها بقى على سور البلكونة في الشمس لمدة ساعتين 2، او حطها بقى على السطح بتاعك، بس المهم تكون مقفولة كويس. تمام. قالت لحد ما السمكية تتنفخ معاكي كده. بعد ما عدى عليها ساعتين 2 وبفتح عليها لقيتها فعلا اتنفخت، بس مش لاقيه ريحه، يعني مفيش ريحه وحشه ولا اي حاجه خالص. تمام. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه كده. فتحت على الفسيخ اهو بعد ما عدى على ساعتين 2، وزي ما انتوا شايفين الفسيخيه برضو اتنفخت معايا، بس مفيش اي ريحه وحشه ولا اي حاجه خالص. قالت بعد ما تغطي عليها بقى، بعد ما تعدي عليها ساعتين 2 في الشمس وتتنفخ معاكي، دخليها بقى في مكان ضله اليوم كله، بقيت اليوم يعني. وبعد كده تاني يوم بقى، بعد ما يعدي عليها يوم كامل، هنعمل ايه بقى؟ بعد ما يعدي عليها يوم كامل بالظبط هنعمل لها شرشة مية. ايوه، شرشة مية. الفسيخ بالمية، هي قالت كده. انا بصراحة ربنا اول مية ايه ده؟ احنا بنخاف على الفسيخ من المية نحط له مية، وبنخاف عليه من الهوا نعرضه للهوا كمان. وتاني يوم فسيخ ايه ده بقى بالظبط؟ رحت جايبه شوية مية كده، يكون المية يعني محصلة نص السمك، وحطيت عليه شوية ملح. المية برضو تملحيها برضو بشوية ملح كده على قد المية. وبعد كده زودت الفسيخ مية وضغطت عليه كده شوية برضو. حاسة برضو ان هو بسم الله ما شاء الله طريش. حسيت ان في امل بقى وفرحانة بصراحة ربنا، وايه بقى مبسوطة هناكل فسيخ بقى يا ولاد بقى وهنلعلط في الفسيخ. بعد كده غطيت العلبة بتاعتنا بقى وحطيت تقل على وش المية. هي بقى كانت حاطه رخامه في الميه كده وحطيتها على وش البرميل بتاعها. انا بصراحه ربنا جبت بقى طبقين كده من الازاز بتوعي، حطيتهم في كيسه وحطيتهم على وش الفسيخ كده تقل، بحيث ان يغطس الفسيخ تحت في الميه.
وهسيبه بقى لحد ما يعدي عليه 3 ايام بالظبط. كده عدى عليه بقى 3 ايام، ويلا بينا يا حلوين نشوف بقى الفسيخ وجماله وحلاوته. كده عدى عليه 3 ايام، وهنطلع بقى الفسيخ. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، شكله جميل بصراحة، ربنا تحفة. وريحته فسيخ فسيخ جميلة، عايزة اقول لكم الريحة تحفة، مفيش لا ريحة نتانة ولا اي حاجة من دي خالص. اصبروا بس عليا، اصبروا. بعد كده طلعت الفسيخ بتاعنا كده بقى، وقلت طب الحمد لله فعلا شكله حلو ومش لا وطري، وتحسي ان السمكية بسم الله ما شاء الله يعني ايه زبدة معاكي كده. بقى طلعت الفسيخ كله من العلبة. بقى هنجيب على الخطوة المهمة بقى، نفتح الفسيخ بقى، وحضري البصل يا بت وحضري العيش. كده طلعنا بقى الفسيخ بتاعنا، وجاءت اللحظة الحاسمة. هنيجي بقى نفتح الفسيخ من جوه ونشوفه. طبعا الفسيخة قدامكم شكلها تحفة، يا لهوي على الجمال والحلاوة، والقلب عامل زي الزبدة. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوة دي؟ بصوا عامل ازاي، زبدة 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 زبدة. شايفين بسم الله ما شاء الله اللحم بيطلع ازاي؟ ايه الحلاوة دي؟ شايفين؟ طبعا انتوا صدقتوني انا لما بشمه قلت بس لكم مش الفسيخ بدوق. طالع تحفة. للاسف هو الفسيخ طالع قدامكم ان هو طري وحلو وكل حاجة، وشكله حلو، مفيش ريحة ولا في اي حاجة فيه، بس للاسف الفسيخة طالعة يعني اللحم بتاعها عامل زي ما يكون يعني مهري، مش فسيخ خالص. اللحم الفسيخ بناكله طري بس بيبقى قطع كده، لكن الفسيخ ده لما عملته بالطريقة ديت حسيت ان اللحم بتاعه مهري خالص. قلت اجرب كمان في 3 فسيخات تانيين، قعدت افتح واشوف كده برضو على امل ان انا اكل فسيخ. ابدا ما لقيتش الامل ده خالص صراحة، ضاع الامل. ما هو بفتح كده زي ما انتوا شايفين كده، بس لقيت الفسيخ معايا طالع زي ما انتوا شايفينه. انتوا شايفينه كده ان هو كويس، بس والله الفسيخة طالعة معايا زي دهنة. عارفة الدهنة لما بتبقى طرية ومهرية كده؟ زي الدهنة كده بالظبط. بصراحة صعب عليا قوي قوي بصراحة، وانا جايبة 2 كيلو، مش هجرب حتى في سمكتين ولا اي حاجة. لا انا خدت بصي الكلام منها ثقة بقى. انا عمري في حياتي ما شفت صراحة فسيخ بيتملح بالمية. مية ازاي؟ ده احنا بنخاف من المية اللي تيجي على الفسيخ، ولازم الفسيخ يبقى ناشف معانا واحنا بنعمله، وكمان لازم نلفه في حاجات كتير، في اكياس كتير عشان الهواء ما يدخلوش. ده احنا فتحنا على الفسيخ ده كم مرة، شوفوا بقى فتحنا عليه كم مرة، واحنا بنحط له المية، واحنا بنشوفه اذا كان اتنفخ ولا ما اتنفخش. حسبنا الله ونعم الوكيل. وشايفة بسم الله ما شاء الله، يا سلام الفسيخ طالع معاكي ايه بقى، مدهن وحالته حاجة. ده مش فسيخ ده. بعد بقى ما عملت كل الفسيخ ده وعملته بالشكل ده على امل ان انا اكل فسيخ، ودي بقى كانت النتيجة معايا. لميت كل بقى الفسيخ بتاعنا وحطيته بقى في ورقة كده، وجبت برضو الفسيخ بتاعنا اللي انا خليته وهرميه برضو في كيسة كده، وهحطه كله في الزبالة. زي ما انتوا شايفين، انا لو مش براعي ربنا كنت قلت لكم الفسيخ طالع معايا كويس زي ما انا وريته لكم كده بالظبط. كان طالع، شوفيه تقولي زبدة وتقولي النتيجة بتاعته ناجحة، بس هو للأسف الفسيخ مهري معايا خالص، فما ينفعش يتاكل. فمش اي طريقة نشوفها على اليوتيوب نجربها. يا ريت نراعي ربنا في الوصفات اللي احنا بنقدمها، لان الوصفات دي بتتكلف، وحرام دلوقتي لما الناس تجيب الحاجة وفي الاخر ترميها.